لو انت متابعني بقالك فترة فهتعرف ان انا دايما بتكلم على التأهيل، تمارين التأهيل. دايما ما بتكلمش قوي على الجزء بتاع العلاج الطبيعي اليدوي والدراي نيدلز والحجامة والمانيوال ثيرابي والكلام ده كله. طريقة تفكيري دي جاية من ابحاث ودراسات كتير واتعملت على مدار السنين اللي فاتت، واثبتت فعلا ان تمارين التأهيل هي اكتر حاجة افكتيف على اللونج تيرم لو انت عندك اصابة، وان العلاج اليدوي او الكهرباء او غيره هم برضو افكتيف، بس هم افكتيف في ان هم يقللوا الالم بس. فلو انت صاحي النهارده رقبتك شاده او ظهرك شادد وعملت جلسه مانيوال ثيرابي هتبقى 100 100. فلو انت عندك اصابه زي مزق او قطع في عضله معينه، او عندك وجع مزمن في ظهرك من تحت او في رقبتك، فغالبا جلسات المانيوال ثيرابي دي مش هتفرق معاك قوي، ممكن تقلل لك الالم في ساعتها بس. لكن اللي هيفرق معاك على اللونج تيرم ويخلي الالم ده ما يرجعش تاني هي تمارين التاهيل. لان ببساطه تمارين التاهيل بتعمل ثلاث حاجات. اول حاجه ان هي بتعود جسمك ان هو يتمرن في البوزيشنز اللي بيستخدمها على مدار يومه، زي مثلا انك تشيل حاجه تقيله من على الارض. تاني حاجه انه بيقوي كل العضلات اللي محيطه بالمنطقه اللي فيها الاصابه. وتالت حاجه انه بيزود البلاد فلو في المنطقه اللي فيها الاصابه، فبالتالي بيحسن الهيلينج. فلو انت مصاب او عندك وجع بقالك فتره، يفضل ان 80 او 90% من العلاج بتاعك يبقى عن طريق تمارين التاهيل، وممكن يبقى في 10% علاج يدوي او نيدلز او حجامه عشان برضو نقلل الالم على الشورت تيرم.